الف مبروك يا خالد، الف مبروك. ايه يا جماعه، انتوا لسه عارفين النتيجه؟ ده انا بابا جايبها لي من يومين وفوقيها هديه. ويا ترى ابن سياده العميد عمل ايه؟ جاي، بس فكك انت، الحاجات دي ما بتفرقش، المهم الهديه. ويا ترى بقى ايه الهديه؟ خليها مفاجاه. ها يا خالد، ناوي تعمل ايه بعد كده؟ يا بنتي خلاص انا كده هتعين معيد وانا حاطط رجلي على رجلي. القسم اللي انت فيه مطلوب معيد واحد وخلاص. إدارة الكلية عينته. ازاي يعني؟ ده انا الاول على القسم. انت بتشكك في نزاهة إدارة الكلية؟ أهلا 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 أستاذ تامر، ولا نقول يا دكتور؟ اهلا بيك. اتفضل. تشرب ايه؟ لا انا جاي امضي ورقه التعيين وماشي على طول. اتمضى. دي إدارة الكلية تتشرف إن سعادتك تكون معيد فيها. والله دي احسن مفاجاه بابا عملها لي. بالورقة والقلم خدتيني 100 قلم، أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. بالورقة والقلم خدتيني 100 قلم، أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. والبنوك ولا بنك ولا كليه ولا شركه خاصه، كله بالوسايط يا حاج. اتفضل، ادي البلد اللي زي الفل، وعايزنا نمشي جنب الحيط وما نتكلمش في السياسه. مش ناقصاك انت كمان. اتفضل اتفضل، قوم امشي شوف شغلك. طيب ما تجيب ورقك وانا اقدمه لك بكره ان شاء الله في شركه مصر. يعني يطلع عين اهلي 15 سنه تعليم واخلص بامتياز واول دفعتي واروح اتعين ب 250 جنيه في الشهر. حلوين يا ابني. لا 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 يا حاج، انا طموح اكبر من كده بكتير. هتسافر؟ ما هو طول ما انا هنا مش هقدر احقق اي حاجه من اللي حلمنا بيها. شكرا. بس حكايه السفره دي احنا ما عملناش حسابها، وبصراحه كده انا بتقدم لي عرسان كتير ومش عارفه اقول لاهلي ايه. كل الحجج قلتها. انت عايزاني انا ولا عايزه اي عريس والسلام؟ انت طبعا، بس اهلي عايزين يجوزوني عشان يفوقوا لاخواتي. الظاهر اني بقيت حمل عليهم، وما تنساش اننا عايشين على معاش بابا وما بيكفيش. 3-4 سنين يا ماما واجي. يبقوا هظلم اهلي واخواتي. لو اخترتك هبقى في نظرهم انانيه، ولو اخترتهم هبقى في نظرك خاينه. سامحني يا خالد. مساء الخير. ألف سلامة. لو سمحت انا كنت عايز اسافر وجاي اسال عن المطلوب. بتشتغل ايه؟ انا بكالوريوس تجاره وشعبة محاسبه بتقدير امتياز. أنا بسألك على شغلانتك، ما بسألكش على مؤهلك. لا يا فندم، انا اشتغل بالمؤهل. لا بص، سيبك من حكاية المؤهل ده خالص. أنا اللي عندي دلوقتي، عندي السعودية طالبة نجارين، والإمارات طالبة بنايين، والكويت طالبة نقاشين. لا 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 متشكرين. ده مين المسطول اللي جاي دلوقتي؟ اهلا ابو المخالد. اتفضل ابو المخالد، اتفضل. حشيشك ومطرحك يا حبيبي، حشيشك ومطرحك. وانت اخبارك كده يا ابو المخالد، واخبار الدنيا معاك؟ مقفله والله يا ابو صلاح، كل ما اقدم في بنك ولا شركه ما تقبلش. مش عارف يا اخي، هما اللي بيتقبلوا دول ولاد ناس وانا يعني ابن كلب. عيب يا ابو المخالد، ما تقولش كده. دول هما اللي ولاد ناس وانت اللي ابن كلب. خد اضرب دي يا عم انت عارف اني ما بشربش. يا هبت ولا ايه يا ابو صلاح؟
يا عم انت مش خلصت كليه؟ ايوه يا عم اتزفتنا خلصنا كليه. يبقى كلها يوم وهتشرب. سيبك انت، بقول لك ايه، انت عامل ايه في شغلانه الكاشير؟ لا سبتها من زمان. دلوقتي شغال محاسب في القطاع الخاص. تجيش تشتغل معايا؟ لا يا عم، الواحد قرف من ام البلد دي. انت عيل كئيب. انا عايز اسافر. ما تعرفش حد يسفرنا بره البلد دي؟ امين. مين؟ محسوبك انا يا امين. تحب تسافر فين؟ فرنسا، ايطاليا، لبنان؟ لا لبنان ان شاء الله، انا ليا ناس قرايبين هناك. راح علي في مجموعه مسافره كمان يومين، ايه رايك اعمل حسابك في الفوق ده؟ بس الاول نعرف المطلوب. المطلوب عشان خاطر ابو صلاح موصيني عليك 5000 جنيه خدهم بكره. بكره. خد يا ابني يا حبيبي، دول 4000 جنيه كنت محوشهم عشان اطلع عمره. خدهم وان شاء الله ربنا هيوفقك. ودول كل ما املك، ولو اني مش عايزك تسافر. انا مش عارف اقول لكم ايه. ما تقولش يا ابني، الله يسهل. ادي الفلوس يا عمي. تمام يا خلوق، بكره بقى الساعه 9 قدام الارسال. الهاتف الذي طلبته غير متاح. نصاب! يا نهار اسود، يعني لا انا طلعت عمره ولا انت سافرت. قلت لك 100 مره هات ورقك اقدمه لك شركه مصر، قلت لي طموحي ومش طموحي. خلي بقى طموحك ينفعك. اسمع، بكره من الصبح تجيب لي ورقك اقدمه لك في شركه مصر، فاهم؟ بكره في اضراب ومحدش هينزل شغله. هي ناقصاك انت راخر؟ انا هلاقيها منين ولا منين يا ربي؟ مع دعوة للإضراب العام احتجاجا على ما وصف بالأوضاع المعيشية الصعبة للطبقات الفقيرة جراء زيادة الأسعار مقارنة بدخولهم. في يا بابا؟ جيت متأخر يا خالد، جيت متأخر يا ابني. عماد مين يا عماد؟ اخوك مات بطل في المظاهرات. خالد يا خالد، ما تسيبش دم اخوك يا خالد، ما تسيبش دم اخوك يا ابني. ازاي في حضنك ملمومين
كده. اشرب يا بطل. لسه برضه ما بصيتش على الورق؟ لو واحد ضرب اخوك وقال كرامته قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، وانطلب منك تقول لي ان اخوك مات موتة ربنا، انت هتوافق؟ اخوك كان بيخرف في الممتلكات العامه والخاصه. ده لو كان تخريب وسرقه ليه محلات شارع الساغه ما اتسرقش منها جرام دهب واحد. الناس لما اتظاهرت وعبرت عن اللي جواها وقالت لا، ضربتهم بالرصاص الحي. بتموتوهم، عايزينهم يعملوا ايه؟ يقفوا يتفرجوا؟ لا، يخربوا البلد احسن. دي كدبه، كدبتوها وصدقتوها. هتمضي يا رحمك غصب عنك وهرميك في الحبس زي الكلب. خلاص، الخوف اللي كنتوا بتربوا الناس عليه خلاص انكسر. مش بعيد بعد كام سنه الاقيك انت اللي مرمي في السجن زي الكلب. وبعد اللي حصل لك ده كله ناوي عليه يا خالي؟ كل اللي بحبهم راحوا وانا في السجن، حتى ابويا مات وانا في السجن. بس وانا هناك عرفت شباب من اللي دعوا ل6 ابريل. الشباب دول كانوا اصحاب عماد الله يرحمه، والشباب دي عندها خطه. ازاي يعني؟ يعني لازم نكمل الطريق اللي عماد مات عشانه. تفتكروا ان الشعب المصري ممكن يعملها زي التوانسه؟ اكيد يا صلاح. الشعب المصري بقاله 10 سنين فاتوا في احتجاجات متصاعده. بدأت بالتضامن مع مين؟ مع الانتفاضه والعراق لحد ما وصلت لاكبر راس البلد. كمان الاضرابات العماليه اللي بدأت ترجع المحله من 2006 واللي انتشرت في مصر كلها. والعمال دول لو شاركوا في اي تحرك جماهيري تبقى ثوره بجد، لانهم اكبر قوه منظمه. صح. ودلوقتي التمثيل اللي معمول بين كل المنظمات والحركات الشباب في مصر هتخلينا كلنا ايد واحده. كمان الدعوه المعموله على الفيسبوك هتخلي شباب كتير يشارك. بس تفتكروا الحرب ده يكون ازاي؟ زي ما كان في المحله في 6 ابريل 2000. واضح اهو يا جماعه ان دي ما كانتش مجرد انتفاضه، دي كانت بروفة ثوره. بالورقة والقلم خدتيني 100 قلم. أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. بالورقة والقلم خدتيني 100 قلم. أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم.